السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء، منورنا في قناة كورتنا. لا صوت يعلو فوق النهائي الافريقي. النهائي الافريقي هو الخامس على التوالي للنادي الاهلي. خامس سنة النادي الاهلي يوصل للنهائي، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبقى رابع نهائي واخدينه في الخمس يعني رابع بطولة واخدينه في الخمس سنوات الاخيرة باذن الله، يعني باذن ربنا. دعمكم ومشاركتكم معايا واشتراككم في القناة وتفعيلكم للجرس هيفرق معايا جدا عشان يوصل لكم كل جديد، ونقدر ان احنا نكمل المحتوى اللي احنا بنقدمه باذن الله. دعمكم هيفرق معايا جدا، وبيكوا وليكوا هعلى باذن الله يا رب باذن الله. زي ما اتفقنا ان هو احنا عندنا ماتش مهم جدا يوم السبت، ماتش النادي الاهلي مع الترجي التونسي الساعه 8 بالليل. ماتش العوده. احنا ماتش الذهاب عشان نفكر بعضينا، احنا تعادلنا 0-0 هناك. النتيجه يعني مش وحشه، بس احنا كنا النادي الاهلي لو كان ضغط وكان شد عن كده كنا هنقدر ان احنا نجيب الفوز من هناك. الترجي ما لعبش في الماتش الا ممكن اول ربع ساعه بس في ماتش الذهاب، ما عرفش بعد كده يجاريك في رتم المباراه، وهو كان عايز يفرض عليك رتم عالي من اول الماتش اول ربع ساعه، انما بعد كده خلاص انت ده طبيعي يعني في ارضهم والحشد الجماهير والدعم وحاجات زي كده. انما الحمد لله يعني لعيبه الاهلي متمرسه في حاجه زي كده، يعني خامس سنه للنهائي بنلعبه، واذا كان بتاريخنا طبعا وباسم النادي الاهلي فاكيد الموضوع هيفرق جدا معانا يعني. فباذنك يا رب ان شاء الله عفوا يوم السبت الجاي نتدارك الاخطاء اللي وقعنا فيها الماتش اللي فات. كان في رعونه لبعض اللاعبين في انهاء الهجمات. عملنا ماتش مش بطال بس، والنتيجه مش وحشه، يعني نتيجه كويسه برضه على ارض الترجي مع انها خادعه، عشان هم فكر لعبهم كله فكر لعب الترجي ان هو بيفضل بالذات بره ارضه، يعني بيفضل يدافع زون ديفنس، يعني بيحط ال10 طبعا والجون وحارس المرمى موجود، يعني ال11 في اخر تلت في الملعب تمام. وبيلعب على الهجمات المرتده على سرعه لاعبيه زي ما عمل في ماتش سان داونز، بالذات في ماتش العوده في هناك في جنوب افريقيا. هو عمل ايه؟ ما عملش حاجه طول الماتش، فضل عامل باركينج ورا قدام الجون وهجمه مرتده جاب جون وكسب الماتش يعني، وصعد وخرج سان داونز. فهي التركه اللي بيلعبوا عليها هي دي. هم ما عندهمش احسن لعيبه في افريقيا ولا حاجه. احنا لسه يعني من السنه اللي فاتت اعتقد، يعني عشان ما تخونيش الذاكره، احنا كنا السنه اللي فاتت مخسرينهم هناك 3 ومشينهم بيعيطوا، وجم هنا بالرأفة برضه شايلناهم 3 فالموضوع كان يعني بالنسبه لنا، يعني هو الترجي طبعا كتاريخ كاسم فرقه كويسه جدا، فرقه محترمه احنا بنحترمها، وهم كمان والاحترام متبادل بيحترمونا جدا جدا. واللعيبه محترمه وكل حاجه، بس حاليا مش احسن فرقه للترجي، حاليا مش احسن فرقه للترجي، ودي فرصتنا ان احنا نضغط تمام. واهم شيء ان احنا زي ما اتفقنا هم طريقه لعبهم الهجمه المرتده، هو هيلعب عليك على الهجمه المرتده، هو ما عندوش حاجه يقدمها هنا، مش هيبقى عنده حاجه يقدمها، هو لعبه كله على الهجمه المرتده. فباذن الله يعني مارسيل كولر اكيد ان شاء الله يبقى فايق لحاجه زي كده، واكيد هو فايق لحاجه زي كده، واللعيبه واعيه لحاجه زي كده، ان احنا ماشي هنضغط بس في نفس الوقت ان احنا بنأمن دفاعاتنا عشان ما يتلعبش علينا ماتش سان داونز ويخسرونا وياخدوا مننا البطوله هنا، وان شاء الله مش هتحصل يعني باذن الله يعني. النادي الاهلي اكيد
يعني استعداداته من ناحيه الاداره او من ناحيه اللعيبه، حتى من ناحيه الجماهير في اول نص ساعه التذاكر اتفتحت في منفذ تذكرتي حتى على الانترنت. يعني الناس ما بتنزلش ان هي تشتريها من تحت خالص، المنافذ اللي موجوده في الشارع. اول ما الشباك بيتفتح عن طريق الانترنت يعني تمام، بينفذ التذاكر في خلال نص ساعه. يعني ال 80,000 ولا ال 100,000 الاستاد هيبقى مليان. فباذن الله يعني الاستعدادات تكون قويه للماتش ده تمام. و التوفيق طبعا للنادي الاهلي، رافع راسنا ومشرفنا في كل حته. باذن الله تبقى البطوله الرابعه لينا ان شاء الله في اخر 5 سنين على ارضنا. باذن الله ناخدها وسط جماهيرنا ونحتفل كلنا سوا. الترجي التونسي فرقه يعني احنا واحنا مسافرين الماتش اللي فات كانوا محسسيننا، يعني كان في هاله اعلاميه معموله على نادي الترجي ان هو عنده مهاجم برازيلي جامد جدا، عنده اللهم صل على النبي الباك الوينج رايت الاشول البرازيلي برضه بيقولوا عليه جامد جدا. طبعا ده كل ده احنا ما شفناهوش خالص. فاحنا كنادي اهلي ماشي، احنا ممكن نحترم الفرقه وكل حاجه، انما ما اديهاش زياده عن حجمها. يعني انا نزلت الملعب ماشي، احترمت الترجي واحترمت، اما الاقي اللعيبه متواضعه للشكل ده تمام، المفروض ان انا اشد عن كده. يعني زي ما قلت لكم ان احنا ضيعنا فوز مهم جدا هناك، احنا كنا ممكن ناخد البطوله من هناك. النادي الاهلي فضل محافظ على رتمه الضيق، رتمه اللي هو المأمن زياده عن اللزوم تمام. مش عارف يعني ماشي مفيش مشكله، بس احنا كنا ممكن نحقق نتيجه احسن من كده هناك في ماتش الذهاب. باذن الله نكون اتعلمنا بالدرس ان احنا الفرقه دي مش بالقوه اللي الناس عملتها والهاله اللي هم عملوها. احنا قبل ما يجي يلعبونا كانوا هم خسرانين، طالعين من كاس تونس قبل ما يلعبونا ماتش النهائي. لا احنا لعيبتنا احسن، احنا سكوادنا احسن، احنا تركيزنا اعلى، احنا دعم جماهيرنا باذن الله هيفرق معانا هنا بكل القوه اللازمه ان شاء الله. فباذنك يا رب تبقى البطوله بتاعتنا يعني ان شاء الله، ونفرح كلنا، وباذن الله تبقى تاني حاجه لينا بعد الزمالك باذن الله. دعمكم واشتراككم في القناه هيفرق معانا جدا يا جماعه. اشتراككم في القناه هيفرق معانا جدا، ومشاهدتكم للايفاتنا والفيديوهاتنا يعني باذن الله هيفرق معانا يعني. نرجع تاني للنادي الاهلي، طبعا تفعيل زر الجرس، الاشتراك في القناه عشان يصلك كل جديد، عشان اقدر اوصل لك كل جديد يعني. وزي ما فهمتكم ان احنا بيكوا وليكوا هنعلى باذن الله. فاحنا ان شاء الله دعمنا كله للنادي الاهلي، دعمنا للجهاز الفني، دعمنا للعيبه، كل الدعم احنا في ظهرهم. بغض النظر عن الاخطاء اللي حصلت في الماتش الاولاني. واهم شيء رساله للجماهير ان احنا نحاول نبعد عن اللي حصل في ماتش الزمالك. ماتش الزمالك واللي حصل فيه وحش، لغايه دلوقتي صورتنا وحشه، والصحف العالميه كلها نشرت اللي حصل في ماتش الزمالك. بعد ماتش الزمالك مبروك طبعا الفوز للكونفدراليه، انما بعد الماتش حصل حاجات ما تنفعش ان هي تحصل في دولة كبيرة زي مصر، في نادي كبير زي نادي الزمالك، خصوصا التنظيم واللي حصل من اللعيبة والمشادات اللي حصلت والشماريخ اللي دخلت. فده ما كانش ينفع. فاحنا بإذن الله كجماهير النادي الأهلي احنا جماهير واعية، جماهير ناضجة، متعودين على الفوز بالبطولات، ما عندناش أزمة وما عندناش مشكلة مع حد، وما عندناش الحساسية بتاعت ان احنا دي أول بطولة ناخدها وحاجات زي كده. احنا متعودين على الفوز، هاديين، لاعبتنا واثقه في نفسها، واثقين في لاعبتنا، واثقين في نفسنا، واثقين في مجلس ادارتنا. نعدي الماتش باذن الله ونحتفل
طبعا جماهير النادي الاهلي مش محتاجه يعني ايه، يعني طبعا ده مش اول احتفال ومش اول فوز، احنا متعودين على الكلام ده. المشكله المشاكل اللي حصلت في ماتش نادي الزمالك اكيد احنا مش هنقع فيها، اكيد احنا مش هنقع فيها. مبروك لنادي الزمالك، مبروك لجماهيره. احتفالكم كان مبالغ فيه شويه، يعني انتوا نادي كبير لازم تثقوا في نفسكم اكتر من كده. مش معنى ان انا كسبت بطوله ابهدل الدنيا ولا، يعني انا نادي كبير، نادي الزمالك نادي كبير مش صغير. ممكن البطولات غايبه عنه بقالها فتره، مفيش مشكله، بس برضه ثقتي في نفسي ما توصلنيش ان انا يعني تبقى مهزوزه للدرجه دي، ان انا اكسر الدنيا واتخانق مع اللعيبه ويحصل اللي حصل، الهرج والمرج اللي حصل في الماتش بعد اثناء التتويج وحاجات زي كده. كل الدعم للنادي الاهلي، كل الدعم لفرقتنا، كل الدعم لمجلس ادارتنا، كل الدعم للاعيبتنا. باذن الله البطوله اهلاويه ان شاء الله، يوم السبت تبقى ليله حمراء ان شاء الله، ان شاء الله يعني نحتفل بيها كلنا باذنك يا رب. طبعا التشكيل اكيد مش هيخرج، احنا لو دخلنا يعني واتكلمنا شويه في تفاصيل الماتش، اكيد التشكيل مش هيخرج عن مصطفى شوبير، مع ان الناس كانوا عايزين يصدروا مشاكل ان محمد الشناوي عامل ازمه وعامل ازمه من الماتش بتاع الذهاب وكان هو اللي عايز يلعب. اكيد 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 ده مفيش منه الكلام ده. النادي الاهلي احنا متعودين ان هو مفيش الكلام ده خالص 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 في النادي الاهلي. النادي الاهلي حاجه مؤسسه محترمه، كل لعيب عارف اللي ليه واللي عليه. محمد الشناوي خبره كافيه جدا 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 ان هو يقدر يحكم في المواقف اللي زي كده. محمد الشناوي مش محتاج حد يقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. فباذن الله باذن الله يعني زي ما اتفقنا مع مصطفى شوبير في حراسه المرمى. مين ما اعتقد ممكن يخلي عمر كمال، اعتقد ان هو مش هيلاعب محمد هاني، اعتقد يعني لا اما هيخلي محمد هاني باك يمين زي ما هو ويدخل عمر كمال عبد الواحد باك شمال مكان علي معلول. المفاضله ساعتها لا اما هتبقى بين عمر كمال عشان لعبه كتير لا ثانيه واحده. عمر كمال معانا في القائمه الافريقيه. عمر كمال عبد الواحد معانا في القائمه الافريقيه. لو هو مش معانا عشان بس الذاكره ما تخالفنيش، لو هو موجود هتبقى المفاضله ما بينه وما بين كوكا. ممكن يدخل كوكا يريحه من قلب من نص الملعب ويخليه يلعب مكان علي معلول، اللي طبعا نتمنى له الشفاء. صدمه لينا كلنا كاهلاويه، صدمه لينا كلنا كاهلاويه عدم وجود علي معلول معانا. اذا كان في الماتش اللي هناك طبعا احنا ما لحقش يلعب معانا هناك في ماتش الذهاب هناك في تونس، ودي ماتش العوده مش معانا. حاجه صعبه جدا علينا على جماهير النادي الاهلي. فردة تقيلة جدا بكلام الكورة، بلغة الكورة دي فردة تقيلة جدا بالنسبة لنا. علي معلول نجم كبير جدا، نتمنى له الشفاء يعني ان شاء الله. فزي ما اتفقنا ان ممكن يخلي كوكا ممكن يخليه هو في الباك الشمال، علشان ما اعتقدش ان هو هينزل كريم الدبيس، عشان هو اصلا ما بيديش كريم الدبيس في المطوشه الوديه، فمش هيحمل عليه في ماتش تقيل زي ده. هيخلي كوكا كده يجله في الملعب ويجله في الماتشات. راجع من اصابه بس مش اصابه طويله، ما فيش مشكله، لسه يجله موجوده، يجله في الملعب. ممكن يشيل معانا الباك الشمال. طبعا محمد عبد المنعم ورامي بيعدي ما فيهاش، ده الثنائي اللي ما فيهوش خلاف. طبعا ياسر رجع من الاصابه انما مش هيدفع بيه دلوقتي خالص، يعني لسه اما يشارك في الدوري وحاجات زي كده. نص الملعب مش هيبعد برضه عن اكيد مروان عطيه، امام عاشور، تمام. ممكن الثالث مش هيبعد برضه عن اكرم توفيق. مش هيطلع من الماتش، يعني هو هيبقى امام قدام ووراه مروان عطيه واكرم توفيق. نيجي نبص على الثلث الامامي. احمد عبد القادر رجع انما اكيد مش هيبدا بيه، هيبدا بيرسيتاو وينج رايت، هيبدا بحسين الشحات وينج ليفت. طبعا يعني ما فيش كلام. يعني في ناس بتتكلم ان كهربا يبدا، مش وقته الصراحه. خلينا نضغط
بوسام ابو علي بالسرعه بالحيويه بالقوه بتاعت وسام ابو علي. وبعد كده كهربا يبقى ليه دور بعد كده في الماتش. طبعا في اصوات في الخلفيه مفيش مشكله يعني، احنا بنحاول ندردش مع بعض مفيش مشكله خالص يعني. المهم طبعا زي ما اتفقنا ان وسام ابو علي ده اساسي. ممكن كهربا يبقى ليه دور بعد كده، احمد عبد هيبقى ليه دور، قفشه طبعا هيبقى ليه دور بعد كده. امام لو يعني امام الماتش اللي فات كان عليه علامه استفهام، الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه ماتش الدوري بتاع اللهم صل على النبي البلديه، تمام. كان عليه علامة استفهام كبيرة جدا، مكانش عايز يلمس كورة، لمسته كلها غلط، تفكيره مش معانا. الماتش اللي فات كان نفس الكلام، امام ما كانش موجود. هتقول لي لا اصل هو ده الوحيد اللي شاط شوطة على المرمى. لا 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 لا، انا ده مش امام، ده مش امام عاشور. فلو فضل على نفس المستوى ده اكيد هيشد ويقع او ينزل قفشه. انتوا بتشوف بينزل بيعدل شكل الملعب، فباذن الله ده يبقى التشكيل الامثل لينا يعني ان شاء الله، ما يبقاش فيه اصابات في خلال ال 48 ساعه لغايه ما الماتش يبدا باذن الله. كل الدعم للنادي الاهلي. تجهيزات عاليه جدا، اداره، لعيبه، تجهيزات الامنيه طبعا، الجماهير والكلام ده كله. ان شاء الله الماتش يبقى بتاعنا ولينا باذنك يا رب يعني. عفوا فان شاء الله يبقى الماتش بتاعنا ونحتفل مع بعض كلنا ان شاء الله يعني. شكرا. متنسوش الدعم، متنسوش الاشتراك في القناه، متنسوش السبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد واقدر اوصل لك كل جديد باذن الله. شكرا، السلام عليكم.